تقريبا كامل وقت اللي تفرجنا فيلم الرسالة وشفنا المشهد هذا بالذات. سيدك أم ربك الأحد. جتنا في بالنا إنما الأعمال بالنيات. علاش بلال بن رباح بالقدر يقول له هبل، يذكر هبل كاك يقولها بالفم برك، ونحوا عليه الحجره وينتهي عذابه وهو في قلبه راهو مسلم. كاين واحد البرلمانيه مشهوره على منصات التواصل الاجتماعي، واحد النهار حكت على ريبيكا وقالت انها فات عليها فيديو تاع ريبيكا وشافت الفاصون تاع الهضره تاعها والكلام الزايد اللي تقول فيه ريبيكا، وما عجبهاش الحال وما عجبتهاش الناس اللي متابعه امثال ريبيكا والناس اللي قاعده تنشر في الفساد في المجتمع. بعد ما نشرت الفيديو تاعها هجموا عليها الناس، وين كنتي انت وقت اللي كانت ريبيكا تعاون في الناس في الاكسجين وقت الكورونا، وكانت تبعث لهم في الاكسجين وتدير في حملات خيريه تعاون بها الناس المصابين بالكورونا. فنزلت البرلمانيه هذه فيديو واعتذرت فيه من ريبيكا واعتذرت فيه من متابعي ريبيكا، وقالت انا ما كنتش نعرفها وما كنتش على بالي باللي راهي مدايره الحملات الخيريه. صح، شوفوا نحكي لكم الحكايه هذه. وكاين واحد الانسان الحكايه صارت هنا في الجزائر، مداير خماره وبيت دعاره في داخل حي شعبي يستقبل في الزبائن. 3 سنوات الشرطه ما قدرتش توصل ليه وتلقي عليه القبض وتحكمهم في تلبس. علاش؟ لانه كل ما تجي الشرطه يخرجوا سكان الحي الشعبي ويوقفوا ضد الشرطه وما يخلوهمش يوصلوا له، والا يهربوا العاهرات ويهربوا هو ويهربوا الناس اللي ثم. فالشرطه وين توصل تلقى المكان فارغ وما تلقاهمش خلاص، والا ما تقدرش توصل. فيحكي واحد الشرطي قال اثناء مداهمتنا للحي وبينما نحن في صدام مع الشعب، قال تلاقيت انا واحد الشايب كبير قلت له يا الحاج راهو عيب، الانسان هذا راهو قاعد يدير في الفسق في الحي تاعكم، نورمالمون ما توقفوش معاه، نورمالمون توقفوا ضده وتنظفوا الحي تاعكم. فجاوبوا الحاج وش قال له؟ قال له شوف يا وليدي، في الانسان هذا كل ما تجينا الفاكتور تاع التريسيتي الحي كامل يديله الفاكتور يخلص للناس كامل التريسيتي تاعهم. يجي العيد الكبير ولا العيد الصغير الحي كامل يعيد ويذبح من عند الانسان هذا بالذات، هو اللي يشري الادوات لاولادنا وهو اللي يشري لهم القش اللي يدخلوا به يقروا. فشوفوا كيفاه الشايب هذا ما على بالوش باللي الفاكتور تاع التريسيتي اللي خلصها له الانسان هذا فيها مستقبل ولده، ما على بالوش باللي الخروف اللي ذبحوا في العيد فيه الشرف تاع بنته، كي ذبحوا ذبح معاه شرف وشرف بنته. شوفوا يا جماعه الانسان باش يحكم في المبادئ تاعو صعيبه شوي، وحتى الشيطان يعرف منين يدخل لنا بدافع الانسانيه ولا بدافع فعل الخير باش نحن نغضوا البصر على حوايج ياسر. مثلا انا قداش من فيديو نحط وننتقد فيه امثال ريبيكا، هو ماهيش ريبيكا بحد ذاتها، ولكن ظاهره ريبيكا وظاهره روفيا وظاهره الناس اللي امثالهم اللي قاعدين ينشروا في الفسق في المجتمع. والناس يدخلوا لي ويكومنتوا لي ويقولوا لي صح عندك حق بالتوفيق واصل، ولكن لو كان تصرى مثلا تصرى حادثه ولا تصرى مصيبه ولا يصرى حريق يصرى زلزال يصرى فيضان، وتبادر روفيا وتبادر ريبيكا ويبادروا بمساعدة الناس وبالحملات الخيرية. في الوقت هذا أنا لو كان نخرج ننتقد راح يهجموا علي ويقولوا لي وين كنتي أنت وقت اللي كانت فلانة تدير في الخير، وقت اللي كانت فلانة تنشر في الخير. هي كل حاجة في بلاصتها، ولكن أنا باش تدير فيا خير ولا تعطيني الأكسجين نتنفس ومقابل هذا تفسد لي ولادي وتفسد المجتمع كامل، هذه اللي نورمالمون ما نقبلوهاش. فعمرك ما راح تخلعني بأي حاجة تقدمها لأنها تبقى فقط دنيوية مهما يكون الخير اللي راح تديره. شوفوا في قريش في وقت الجاهلية كانت المرأة البغي اللي فاتحة خيمة تاع دعارة كانت تدير راية حمراء في الخيمة تاعها باش يعرفوا الناس باللي هذا بيت دعارة، وكانوا يعبدوا في الأصنام، كانوا يؤدوا في البنات، كانوا يتبادلوا في الزوجات، كان الابن يورث زوجة أبوي وكانت المرأة تتورث كيفها كيف أي حاجة جامدة. ولكن مقابل هذا كانت عندهم مكارم الأخلاق، كانوا يكرموا الضيف ويجيروا المستجير وكانوا ينصروا المظلوم. شوف حتى وقت اللي راحوا باش يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا جهل قال أخشى أن يقول عني العرب أنني روعت بنات محمد. شوف بالرغم من الخصال الحميدة اللي كانت عندهم إلا أن الله سبحانه وتعالى في الوقت ذاك نظر إليهم فأبغضهم. على بالك وش معناها أبغضهم؟ معناها عافهم، يعني أكثر من كرههم.
ولما بعث فيهم ربي رسول ما قالش هاك مبيان غير ناقصتك ماك الحاجه ذيك ولا هاك غلطتوا هنا، قال لهم راكم كفار. ولما راح جعفر بن ابي طالب للنجاشي ملك الحبشه قال له ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف. ما قالوش رانا رجال ورانا نوقفوا مع المظلوم ورا كذا، ولكن عندنا الغلطات هذوما. فمكارم الاخلاق اللي كانت عندهم ما غطتش عليك المساوئ اللي كانوا يديروا فيها، لانه الخطا يبقى خطا. شوفوا وقت الحملة الصليبية كانوا الأوروبيين يروحوا لإفريقيا ويقدموا الخبز مقابل المسيح مقابل الصليب، والآن ولينا في الأكسجين مقابل الخبث، ولينا في الخبز مقابل الفساد، الفاكتور تاع تريسيتي مقابل الدعارة. فبلال بن رباح كان من أول من الناس اللي دخلوا للإسلام وأول المؤمنين، فهو كان قادر يذكره بل بفمه عادي ويبقى مسلم في قلبه ويتنحى عليه العذاب، ولكن ممكن كانت عنده نظرة استشرافية، لأنه لو كان تخلى على مبادئه في اللحظة ذيك راح كلنا نولوا نتخلوا عليها وتولي حاجة عادية أنه نتخلوا على مبادئنا مقابل الإنسانية، ولا بحجة إنما الأعمال بالنيات، لا مقابل أي حاجة تتقدم لنا هنا في الدنيا. شوفوا يا جماعة، هم قبل كانوا يقولوا الأذواق لا تناقش، درك لازمنا نقولوا أنه المبادئ لا تناقش. شوفوا يا جماعة، قطر كانت قادرة تتخلى على مبادئها، تتخلى على هويتها، تتخلى على ثقافتها مقابل تلميع صورتها قدام الغرب، ولكن هي ما همتهاش صورتها بقدر ما همتها قوتها اللي راح تزيد كل ما تتمسك في المبادئ تاعها. السلام عليكم. اختي رافيا امانتك وصلت والمتابعين اللي معك ربي يسترهم. اختي رافيا راك في القمه معاهم تاني، ربي يسترك ان شاء الله، ربي يعطيك ما تمناك، وربي يشافي لك بنت عمتك ان شاء الله يا رب. الامانه تاعك وصلت، ربي يسترك اختي رافيا، ربي يسترك ان شاء الله يا رب، ربي يعيشك ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، ربي يسترك.